بجمع العربيه ازاي؟ يعني هنشوف العربيه مرحله مرحله بامر الله. ديت انا بطلعها بكام؟ اه بطلعها ب 3050 جنيه. 3050. ماليش دعوه بقى اللي يبيعها بكام. انا الاسطى محمد العسكري، شغال في صناعه المأكولات السريعه، عربيات الزلابيه والحلويات. النهارده انا هوريك العربيه بتاعت الزلابيه بتتعمل ازاي مرحله مرحله بشكل سريع. طيب احنا شغالين في ماده ايه؟ الخامه دي ايه؟ ده لوح صاج 6/10. في الاخر بيترش استاتيك الوان، بيتعمل بيتكون من جنبين. العربيه بتتكون من جنبين ووش. تمام. دلوقتي انا هبتدي مع حضرتك اوري حضرتك انا بجمع العربيه ازاي. يعني هنشوف العربيه مرحله مرحله بامر الله. اللوح دوت انا قصيت منه، طلعت منه ظرف بالمنظر ده. يعني اللوح ده اللي انتوا شايفينه ده بقى هو المنظر بتاعه ده بالظبط. المقاس بيتاخد ازاي؟ يعني الضرفه ده بتبقى 45 في 50. هوري حضرتك دلوقتي انا بعلم اللوح ازاي. تمام. ثانيه واحده بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الضرفه باخدها انا كده 45 في 50 في 50 اهو. ده انت حضرتك بقى واخد بالك معايا اهو. يعني بيطلع من اللوح الكبير ده كام لوح صغير؟ اللوح دوت بيطلع 8 حتت من دول. الثمان حتت بيعملوا العربيه كامله ولا؟ لا، ده 8 حتت دول بيمشوا الاربع عربيات. بيمشوا الاربع عربيات. دي ايه بقى؟ دي إيه اسمها؟ ايه اللي انت بتعملها؟ دي اسمها ضرفه للمخزن بتاع العربيه. تمام. لا الحركه اللي انت بتعملها دي ايه؟ ده شنكار للعلام، بيحدد الرفعه اللي انا هرفعها، الزاويه هرفعها قد ايه. تمام، عشان لما تحطها على التنيه تبقى عارف انت بتعمل ايه. عارف انا بعمل ايه. لا، هي بتبدا من 60 في 70 وانت طالع لحد 3 متر، لحد اخر حاجه 3 متر. لا، في مقاسات كتير قوي ممكن حضرتك انت تطلبها وانا انفذها. تمام. انت كده قصيتها من الاربع جوانب. وهبتدي دلوقتي هخش اهوت على التنايه هتني. دي كده بتترفع زاويه. بتتنى من الاربع جوانب يا محمد؟ من الاربع جوانب لازم. التعامل مع التنايه صعب يا محمد. كل حاجه يا باشا الحمد لله بتبقى سهله مع الشقه. يعني حضرتك على ثالث مرحله وهي البناطه، عشان البناطه ديت من غيرها في شغل ما ينفعش يتجمع. يعني مرحله التبنيط هي مرحله اساسيه في شغلك. طبعا اهم مرحله. بتعمل ايه بقى المرحله دي؟ ديت انا دلوقتي ببنط حضرتك المجرى اللي هي بيجري فيها الضرف اللي انا لسه دلوقتي مفصلها ومتنيها قدام حضرتك. هي البناطه قريبه من اللحام. صح. هي اللحام. البناطه دي هي اللحام بس بطريقه مختلفه. بطريقه مختلفه. هنعمل ايه بقى يا محمد دلوقتي؟ دي المرحله الرابعه، ودي تجميع العربيه النص التحتاني. هوري حضرتك انا بجمعه ازاي. ورينا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو محمد اشتغل على العربيه زي ما شفتوا بطريقه التبنيط والتنايه، كله صاج واتقسم من الاول وشفنا مرحله مرحله عملها ازاي. كده هو بيجمع الجزء التحتاني، صح يا محمد ولا انا فاهم غلط؟ كده ايوه يا باشا. اشرح للناس برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. ديت يا باشا البناطه. تمام. انا هجمع الجزء التحتاني ده كله بناطه. يلا ورينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يديك الصحة. الله يبارك فيك يا باشا. محمد احنا كده جمعنا الجزء ده التحتاني. الجزء التحتاني ده اللي هو المرحلة الرابعة، احنا خلصنا منها خلاص. ما شاء الله يا جماعة، بصوا حاجة 10/10. ايه بقى اللي هيحصل بعد كده؟ المرحلة الخامسة بقى اللي انا هخش عليها ده، وده البرواز. ده البرواز اللي هو اتلحم وانت قلت لنا عليه في الاول خالص. اللي هو بيبقى متكون من 4 حتت. تمام. ملحمه ومخلصه بركبه زي كده اهو. بالمنظر ده. هتركب ايه بقى دلوقتي؟ دلوقتي ديت الارضيه، البرواز بتاع الارضيه اللي هو بيركب عليه العجل. نفس القصه برضه. تاخد مساميره وبيخلص بالمنظر ده. بس لسه بيركب هنا فرشيه صاج ارضيه. تمام. بس دي مش جاهزه معايا حاليا. هي دي الحاجه الوحيده اللي مش جاهزه معاه. ليه موجود الصاج بتاعها بس لسه هقص. تمام. بتبقى اخر مرحله، بس المرحله دي المفروض بتبقى بعد الرش. بعد الرش، يعني دي لازم بعد الرش تعدي على الرش. في القرصه اللي هي اللي جوه ديت. تمام. دي لسه هتتنى، هتتحط هنا. تمام. تتحط هنا اهوت. حلو. عندك القوايم دي بتركب كده بالمنظر ده. تمام. بيركب عليها ايه بقى؟ التنده. ايه التنده دي بقى عباره عن ايه؟ هوريها اهي، وريها له. ورينا كده، مثل لنا
بصوا يا جماعه، عشان الشغلانه ما بتخلصش بسهوله، ده هم ممكن لا. يقعدوا في مجموعه العربيات دي اسبوع او اكتر. يعني بص. هو ما شاء الله عليه حاول يورينا مرحله مرحله بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. يعني بص. ده شكل عربيه. خليني استنى اجي عندك كده اه واوري الناس منظر العربيه. ده منظر عربيه الزلابيه يا جماعه، اتعملت مرحله مرحله. طبعا القصه دي لازم بعد الرش. ايوه تعالى بقى ورينا العربيه شكلها ايه بعد ما ماشي. ترش. سيبنا بقى كده، ده كده وصلنا لحد هنا اهو. يبقى عندك العربيه بعد ايه؟ بصوا يا جماعه الجمال، بعد ما بتترش. يعني ده منظر العربيه بعد ما بتترش. بعد ما ترشت. اه ما شاء الله. ثانيه واحده. ركب الضرفه دي يا اسطى. اهي الاوامر اللي احنا لسه كنا بنقول عليها. دي الاوامر اللي بتركب. انا كده وصلتك جوه المرحله. بعد كده بقى القرصه هي ركبت، تمام. تركب عليها الاوامر اللي فوق. اه ده الرف بقى اللي هو عايز يحط بقى هنا الحاجات بتاعته، الصوصات والحاجات ديت. الصوت بتاع الزلابيه. بعد كده انا بقى بفتح له هنا بقى، عايز بقى يفتح عيني يفتح زي ما هو عايز بقى. يعني انا زي- بسيب دي كده مقفوله لحد بقى ما الزبون يجي بيشيل العربيه. تمام.